أحبتي أصدقائي، طيب الله أعماركم وشرح صدوركم بالإيمان. نعيش في هذه الأيام نفحات ربانية لا تقدر بثمن، لحظات عظيمة تملأها الرحمة وتظللها المغفرة، ونشعر فيها بفيض من بركة السماء. نحن اليوم في يوم التروية، اليوم الذي يبدأ فيه الحجيج رحلتهم نحو عرفات، يتركون وراءهم الدنيا ويتوجهون إلى الله بقلوب خاوية إلا من الرجاء، وأرواح تتعطش للمغفرة والقبول. لكن السؤال: هل الخير في هذه الأيام قاصر على من نال شرف الحج؟ لا والله، فباب القرب من الله مفتوح لكل من أراد. من لم يكتب له أن يقف على صعيد عرفات فليقف قلبه هناك، ومن لم يسق الهدي فليهدي إلى الله عملا خالصا وتوبة صادقة ودعاء نابعا من الأعماق. أحبتي، في هذه الأيام العشر تتضاعف الحسنات وتمحى السيئات وتعتق الرقاب، صياما وذكرا وتكبيرا وقياما وتلاوة ودعاء. كل عمل فيها له وزن، وكل لحظة فيها فرصة لنا. نحن في سوريا قد مررنا بما مررنا به من محن وتحديات تغير فيها شكل الحياة، لكن الإيمان في القلوب لا يتغير، والرجاء بالله لا يذبل. هذه الأيام ليست فقط للعبادة، بل فرصة لإعادة بناء أرواحنا، لنطهر أنفسنا من الحقد، من التعب، من خيبات السنين، لنقترب من الله بصدق، لنصلح من كسر ونبدأ من جديد. فإن لم نكن حجاجا بأجسادنا فليكن حجنا بقلوبنا. الله لا يحرم عبدا أخلص، ولا يبعد قلبا توجه إليه. فاغتنموا هذه الأيام، أكثروا فيها من الذكر والدعاء، واسألوا الله من واسع فضله لنا ولأوطاننا ولأهلنا الذين يتوقون للسكينة والسلام. اللهم بلغنا عرفات بقلوب خاشعة وأعمال صالحة ونفوس تائبة وخواطر لا تريد إلا رضاك. في الختام أهنئكم بهذه الأيام العظيمة، وأدعو الله أن يجعلها مفتاحا لكل خير وباب للفرج ونقطة تحول في حياتنا نحو النور والثبات والرضا. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام ونور الإيمان أزهر، كل عام وبالطمأنينة والسعادة أوفر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم بحفظ الله ورعايته.